هذه أيضا قصة من قصص القرآن، والله عز وجل لا يذكر القصص عبثا، فكلامه جل وعلا كله الحكمة، والقصص ترفع الإيمان، شأنها شأن القرآن كله، بل هي موعظة للغافلين. قصة تسمى قصة هاروت وماروت. وما قصة هاروت وماروت التي ذكرت في سورة البقرة؟ اختلف الكثيرون في حقيقة هاروت وماروت، بل إن بعض الناس، وذكرت هذه القصة في بعض الكتب، أن ملكين اسمهما هاروت وماروت نزل في بابل، وأنزل الله عز وجل فيهما شهوة الإنسان، ففتنتهما امرأة في تلك البلاد فافتتنا بها، فلما افتتنا بها عاقبهم الرب عز وجل عقوبة في الدنيا، وأخذت المرأة منهما علما، من العلم الذي أخذته هذه المرأة علم كيفية الصعود إلى السماء، بعض الكلام تقول فتصعد إلى السماء، فتعلمت هذه المرأة هذا العلم فصعدت إلى السماء، فلما صعدت الفتاة أو المرأة إلى السماء مسخت. ماذا مسخت؟ مسخت كوكب الزهرة الذي يرى الآن. وهذه القصة ليست بصحيحة، بل هي كذب وباطل، ليس فيها أي سند، وكلها مختلقة وليس فيها أسانيد أبدا. إذن ما قصة هاروت وماروت؟ اليهود في المدينة كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا من سب وشتم، ما تركوا أحدا، حتى أنهم طعنوا في من؟ في جبريل وميكائيل، طعنوا في هذين الملكين، وكانوا يقولون أن هذين الملكين عدوان لنا. قال الله: من كان عدوا لجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أي إن هذا كفر بالله جل وعلا، من كان عدوا لجبريل وميكال. المهم أن اليهود كانوا أعداء لجبريل وميكائيل، وكانوا يزعمون أن جبريل وميكائيل هما اللذان أنزل السحر في بابل، هما سبب فتنة الناس في بابل، وهما اللذين أنزل السحر في بابل. هذا واحد. اثنين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر سليمان عليه السلام بأنه نبي من الأنبياء، ومن الأخبار ذكرها ابن عباس أن سليمان كان عنده رجل كاتب اسمه آصف. هذا الكاتب لسليمان عليه السلام كان يكتب كل شيء عن سليمان، وسليمان سخر الله له الجن والإنس والوحش والطير والريح، شيء عظيم، ملك عظيم، ما أوتي أحد مثل سليمان ملكا. فكان سليمان هذا الكاتب يكتب له كل شيء، وكان يكتب الاسم الأعظم الذي كان يعرفه سليمان، وبعض العلوم الشرعية والدينية كان يكتبها سليمان، وكان يدفنها تحت كرسي سليمان عليه السلام. فلما مات سليمان الشياطين ما كانت تستطيع أن تقترب من سليمان أبدا في حياته، فإذا اقتربت احترقت مباشرة. فلما مات سليمان وبعد زمن ظن الناس أن سليمان قد مات، كان متكئا على عصا، فلما أكلت دودة الأرض دابة الأرض أكلت عصاه منسأته، سقط سليمان خر، تبينت الجن أن سليمان قد مات، ودخلوا قصره ودخلوا بيته يفتشون، ففتشوا حتى وجدوا تحت كرسيه تلك الكتب، فأخرجتها الجن والشياطين، أخرجت علم سليمان عليه السلام، العلم الديني، العلم الشرعي، فيها آيات الله، وفيها اسم الله الأعظم، وفيها كل ما تعلمه سليمان في هذه الكتب. أخرجتها الجن وجعلت بينها السحر والكفر، يعني بين الكلام الشرعي ودعاء الله وغيره أدخلت السحر والكفر ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، ثم دخلت الناس وأعلمت الجن والشياطين الناس أن هذه كتب سليمان، فقرأ الناس الكتب ووجدوا فيها السحر، ووجدوا فيها دعاء غير الله والكفر بالله والشعوذة والسحر وعمل الكهنة والعرافين والشياطين، فانتشر بين الناس أن سليمان كان يتعامل بالسحر. وسليمان سخر الجن وسخر الإنس وسخر الريح وسخر كل شيء بفعل السحر والشعوذة والكهانة والعرافح، وانتشر عند بني إسرائيل هذا. فلما جاء نبينا وأخبر الناس أن سليمان نبي، وهذه قصصه في القرآن، جاءت اليهود تقول سليمان نبي، سليمان ساحر، سليمان كافر، تعالى الله عما يقولون وتعالى أنبياءه عما يصفون. كانوا يصفون أنبياءه بالكفر والسحر، فكانوا يسبون سليمان ويسبون جبريل ويسبون ميكائيل، فأنزل الله عز وجل عن اليهود
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ما هنا الصحيح أنها ليست موصولة، ما هنا نافية، أي ما أنزل على الملكين من سحر، ما أنزل على الملكين من كفر، ما أنزل على الملكين من شعوذة ولا كهانة ولا عراف ولا غيرها. أي ملكين؟ ليس هاروت وماروت. المقصود الآية فيها تقدير، الآية المقصود فيها من الملكين جبريل وميكائيل، اللذين كان اليهود يتهمانهما بالسحر والكفر، وهما من أشرف وأعظم ملائكة الرب عز وجل. إذن ما كفر سليمان وما أنزل على سليمان من سحر، وكذلك ما أنزل على أي ملكين من سحر ولا كفر، بل تعالى الله أن ينزل الملائكة بهذا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والسحر كفر بالله العظيم. ليس منا من سحر أو سحر له، والساحر مستحيل أن يصل إلى درجة السحر إلا بعد أن يكفر بالله، ليس كفرا عاديا بل أقبح الكفر. من السحرة اليوم موجودين، من السحرة من أجل الله المصحف، من يبول على المصحف، منهم من يطأه بقدمه، منهم من يضع النجاسات على المصحف، منهم من يسب الله جهارا نهارا، منهم من يذبح كل يوم لغير الله عز وجل، منهم من يظل 40 يوما بلا طهارة، لا يتطهر من جنابه ولا يتوضأ ولا يصلي لله ركعة، وإن صلى فإنما يتمثل وتتمثل له الشياطين فيسجد لها ويركع لها. فالسحرة كلهم بلا استثناء كفار خارجون من الدين. ولهذا أرسل عمر إلى الأمصار كلها رضي الله عن عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، كل من أتى السحر فقد كفر بالله العظيم. بل ليس فقط الساحر، حتى من يأتيه، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولكن الشياطين كفروا، ليش؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ما أنزل الله على الملكين من سحر. ثم يخبر الله عز وجل أن هذا السحر الذي علمته الشياطين وين كان هذا الأمر؟ ببابل. شوفوا تقدير الآية، وهذا كلام القرطبي وابن كثير وغيرهم من المفسرين المحققين، هذا هو تقدير الآية. أي الشياطين الذين كفروا علموا الناس السحر وين؟ ببابل. علموا الناس السحر. وأيضا هناك شخصان، واحد اسمه هاروت، واحد اسمه ماروت، إما من الجن وإما من الإنس. هذا هو القول الصحيح والراجح، أن هاروت وماروت إما إنسيان أو جنيان، كان يعلمان الناس السحر، ولكن في نفس الوقت كان يحذران الناس. ترى هذا هو السحر، الناس تدفع أموال، الناس تريد تتعلم. وانتشر السحر في العراق في ذلك الزمن انتشارا كبيرا عظيما. ببابل هاروت وماروت، في قول أنهما ملائكة، لكن الصحيح أنهما إما جنيان أو إنسيان. ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أعظم أهداف السحر والسحرة تهديم الأسر وتحطيمها، أعظم أهدافهم، لأن هذا أعظم أهداف الشياطين. قال لا زلت به حتى زنى، لا. لا زلت به حتى شرب الخمر، لا. حتى قال الشيطان لإبليس
لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه. قال أنت المقرب، أنت المعظم، أنت المكرم، لأنك هدمت أسرة فقطعت المجتمع. فأهداف السحرة والشياطين والكهنة والعرافين شنو؟ صدق يقبضون الأموال، لكن في النهاية يريدون تفريق الأسر وهدمها. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. كل سحرة الأرض، كل كهنة الأرض، كل الدجالين في الأرض لن يستطيعوا أن يضروا إنسانا واحدا إلا بأمر الله عز وجل، فإن الأمر كله لله إلا بإذن الله. ويتعلمون أي السحرة والكهنة وأتباعهم ما يضرهم ولا ينفعهم. هاروت وماروت كان ينشران السحر في العراق، وربطت اليهود السحر بسليمان عليه السلام، ولا زالوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهمون سليمان عليه السلام بأنه كان يأتي السحر وكان يفعل الكفر، فنفى الله عز وجل عنه هذه التهمة. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بعض الطلاسم اليوم تجدها مكتوب أن هذا خاتم سليمان، وهذا سحر سليمان، وهذا الطلسم كان في عهد سليمان، وهذا كله كذب وكله زور. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذه هذه الآية إذا قرأت على بعض المسحورين أو بعض أماكن السحر أو بعض الطلاسم التي تأتيها الشياطين جنا وإنسا، فإنها تبطل بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل يبين ويفضح الشياطين في هذه الآية أنهم هم أهل السحر وهم الذين أتوا السحر. فقصة هاروت وماروت ليست كما يزعمه كثير من الناس، وكوكب الزهرة أنها امرأة مسخت، هذا كله غير صحيح. رجلان أو جنيان كانا في العراق في بابل ينشران السحر بين الناس ويعلمان الناس السحر، وفتن الناس بهما وانتشر السحر منذ ذلك الزمن، والشياطين من الجن والإنس تنشره. هذه قصة هاروت وماروت التي ذكرت في سورة البقرة، فيها عبرة وعظة، وكل من أتى السحر فليتق الله عز وجل، فإن هذا الأمر يخرجه من دين الله بنص هذه الآية. هذه قصة وفيها عبرة وأي عبرة.